نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له نعم. وهذا أيضا فيه إثبات أن الله يضحك من أزل المخلوقين، يعني يأسهم. المخلوقون الخلق إذا انحبس المطر وأجدبت الأرض فإنهم ييأسون ويقنطون ويستبعدون نزول المطر. الله جل وعلا يضحك من ذلك، يضحك من عباده، ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجهم قريب، وينزل عليهم المطر وينبت لهم الكلأ والزروع ويوفر لهم المياه، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده نعم إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني آيسين قنطين، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها. فهذا مثل ما جاء في الحديث من أن العباد إذا انحبس المطر يحصل عندهم يأس وقنوط، والله جل وعلا يضحك من ذلك، يعلم أن فرجهم قريب. نعم.